السلام عليكم. البوفا او كوكايين الفقراء، شنو هو هذا البوفا وشنو هو التاثير ديالو على الانسان؟ هذا البوفا هو مخدر ما كانش في المغرب شحال هذه، مؤخرا دخل، نقدروا نقولوا دخل ما بين 2016 2017 حتى لدابا وباقي كاين في البلاد. هذا البوفا هو تخليطه ما بين الكوكايين والصودا وشي حاجه اخرى، كيديروا التخليطه ويخليوه حتى كيرجع مكور، ونقدروا نقولوا هو الزبل ديال الكوكايين، عليها كيسميوه كوكايين الفقراء، لان الثمن ديالو كيكون رخيص مقارنه مع الكوكايين. كاين اللي كيشرب 50 درهم 100 درهم 70 على حسب الكميه. المبلي بها اذا استعملها لمده 20 يوم متتابعه صعيب يزول هذه البليه لانها صعيبه بزاف، واللي مبلي به خاصو ضروري ياخذو او لا يدير شي جريمه. كيفاش كيكميو هذا البوفا؟ كيشدوا قرعه وكيديروا فيها شويه د الماء وكيشدوا واحد التيو كيديروا من الفوق بحال التيو مثلا ديال جوا ديال ستيلو، كيبداو يستاشن قوه وكيطلع التاثير ديالو بزاف. نقدروا نقارنوا التاثير ديالو بحال اي مخدرات اللي كيديروه. تاثير البوفا يقدر يعادل الشراب، يقدر يعادل الحشيش، يقدر يعادل الكوكايين. هاد البليات اللي قلنا كاملين بهم يعادلهم البوفا، وهادشي كامل ورخيص عليها الناس كيتعاطاو بزاف. تما كيحسوا بواحد النشوه عاليه بزاف، واللي مبلي به يقدر يدير اي حاجه باش يشريه. يقدر يبيع حوايج ويقدر يسرق، يقدر يضرب، ويقدر يوصل حتى للقتل. يقدر يقتل الوالدين ديالو باش يجيب الفلوس ويمشي يشري البوفا. هاد البوفا عندها اخطر ضرر على الانسان اللي كيقولوه الاطباء كيقولوا الناس اللي مبليين بها، واللي هو كيزول لك القوه الجنسيه، كيقتل لك القوه الجنسيه مره. يقدر الراجل ما يبقاش راجل بسبب هذا البوفا، واللي مبلي بها صعيب يحيدها بلا تدخل الطبيب، لان اللي كيدير اول مره غدا خصو يفيق، خاصو يعاود يشري البوفا ويستعملها. وهذا البوفا كما قلنا في الفيديو اللي مبلي بالشراب، واللي مبلي بالقرقوبي، اللي مبلي بالحشيش، واللي مبلي باي بليه يقدر يزولهم كامل بهم ويستعمل البوفا، لان عنده نشوه عاليه. وهادشي كامل كيتجمعوا في البوفا، لان البوفا عندها تاثير عالي على دماغ الانسان. كيقصد ديك هرمون الدوبامين، كيطلعوا واحد الطلعه صاروخيه عليها. اللي كيكون مستعمل البوفا كيحس بواحد النشوه عاليه. جربتها جوج ديال المرات. المره الاولى كانت زعما غير باغي نشوف زعما ليفي ديالها كيفاش الدراري صحابي كاملين تيدويو على هاد البوفا، نعرف ليفي ديالها. جربتها، كانوا الدراري ديجا واخدين زعما لا ماتيير بروميير. خلطناها، خدينا قرعه، المهم بلي زيطاب ديالها قرعه درنا فيها الفوق بابيا الومنيوم، خرجنا واحد ستيلو منين تيحطوا لا ماتيير تيحرقوها وكتجر زعما كاساس تايب نوع زعما من الطباجي. ولكن ليفي ديالها ماشي بحال كاع لي دروك، هي ليفي ديالها خايب بزاف. تيحسك في الاول انك زعما راك مالك الكون كامل، ما كاينش شي حاجه غادي تطلع فوق منه. ولكن من بعد زعما فاش كتشوف لي فيديو ديالك كيفاش كدوي، كيفاش الحركات ديالك تيكون بحال تيحيد لك الرجوله ديالك. المره الثانيه فاش جربتها هي زعما ماشي شريتها ولا شي حاجه، غير عن طريق كما كنقولوا رفقاء السوق. جربتها في بلاصه اخرى، ولكن طرات لي مع واحد القصه خايبه. كان زعما طرا واحد المضاربه بيني وبين الاصدقاء ديالي المهم قاعد فرشكنا في هذيك الليله. كاين اللي بات في كوميساريه وكذا. في الاخر الفيديو نقول لكم الانسان يحاول يحافظ على الصحه ديالو ويتهلا في الصحه ديالو، لان الانسان الا كان عنده شي بليه يحاول يزولها، ولا ما كنتيش مبلي دير عبره من الناس اللي قدامك. اي حي في المغرب كما كنعرفوا حنايا اكثريه الاحياء في المغرب هما احياء شعبيه، ماشي اكثريه، تقريبا كاملين احياء شعبيه، وكل حي شعبي كتعرف فيه الناس مبليين. مبلي بالحشيش، مبلي بالقرو، مبلي بالقرقوبي، مبلي بالشراب، مبلي بهذا البوفا. كاين بزاف ديال البليات. الانسان يدي العبره من الناس الحومه ديالو، من الدراري الحومه ديالو، او من العائله ديالو. شفتي شي واحد عرض عليك المعجون قول له لا، عرض عليك اي حاجه، لان ديك الساعه غتكون انت غايب. ارا نجرب. هي ديك التجربه الانسان كيتجرب. حاول الانسان يتهلا في الصحه ديالو، والصحه ربي عطاها لنا نعمه خاصنا نحافظوا عليها، لان غدا يوم القيامه نتحاسبوا على هذه الصحه. ربي عطانا هذه النعم خاصنا نحافظوا عليها، لان البليه كتجبر رخيصه 50 درهم، ولكن قادره تدمر لك الصحه ديالك كامله، وفي الاخير واخا تدفع اموال الدنيا كامله ما ترجعش الصحه ديالك. الميساج كنحاولوا نوصلوا للشباب والشابات، لان هاد البوفا كيستعملوها حتى البنات بكثره على حسب ما شفت في التقارير، شفت في الفيديوهات. الانسان يحاول يبعد على اصدقاء السوء، وكيكونوا في الثانويات وفي الجامعات وفي الاعداديات كيكون الانسان غايب. ودابا تبارك الله الانسان كيكون في الكليه يكون عنده 19 18 سنه، خاصو يكون عارف شنو كيدير، لان البليه اللي غتدخل انت في البليه وغيوقع لك شي مشاكل حتى واحد ما غيعقل عليك. الوالدين ديالك بوحدهم اللي غيضربوا معك تمار. حنا كنعرفوا الناس في الحومه ولا في الاحياء ديالنا ولا قرابين علينا، شحال الناس كنعرفوهم صحابنا لا شاف فيهم ما بقاوش نورمال بسبب هذه البليه، لان البليه صعيبه. ودابا مواقع التواصل الاجتماعي قربوا كل شيء، والمخاطر اي حاجه عندها المخاطر ديالها كنعرفوها. الانسان خاصو يحضي راسو، ما يقولش ما كنتش عارف او زرفوني شي كان شحال هذه. اما دابا كل شيء كاين وكل شيء تجرب. الناس اللي كتجبر غير اصحابك مجربين وكتجبر ولاد الحومه ديالك مجربين، ولا كان فيه الخير يقول لك بعد من هادشي. الانسان خاصو يحاول يتهلا في الصحه ديالو، والصحه كنز. هنا نكون وصلنا لهذا الفيديو. نتمنى تشتركوا في القناه ديالي في يوتيوب هي هذه، القناه او الصفحه ديالي في فيسبوك هي هذه. نقول لكم تهلا في راسكم.